نصايح عمرك ما سمعتها في حياتك خلتني اجيب 5 سنين امتياز. ركز معايا، مش هتسمع الكلام ده في حتة تانية. اول حاجة، ما كنتش بنزل الجامعة. ما كنتش بنزل الجامعة، كنت بقعد في البيت واذاكر مع نفسي واسمع الشرح اللي فعلا يفهمني. لان انت عمرك ما هتقدر انك تجيب امتياز وتتفوق غير لما تفهم المادة العلمية اللي انت بتذاكرها دي. فابعد عن الجامعة خالص، حاول تهرب، شوف اي فرصة تهرب بيها واقعد ذاكر في البيت، هتستفاد اكتر. معاك يوتيوب، معاك شات جي بي تي، تقدر انك تذاكر بشكل ممتاز. ما تنقلش على اي محاضرة غير وانت قادر تشرحها لبيبي. مش بس البيبي، يعني صاحبك، اعتبر صاحبك ده بيبي. اشرحها له بأبسط الطرق، ده بيفهم عقلك وبيخليك عمرك ما هتنسى المعلومة دي. فاشرحها كأنك بتشرح لبيبي. تالت نصيحة وأهمها، عشان دي بتشتغل على مخك نفسه، إنك ما تذاكرش أكتر من نص ساعة. نص ساعة وريح يا ابني. نص ساعة وقوم اعمل لك فنجان قهوة ولا كوباية شاي. لأن ده مخك بيشتغل كده، مخك آخره إنه يركز بشكل افكتيف جدا وبشكل سخن جدا نص ساعة، بعدين محتاج يريح. بعدين نرجع تاني، بعد ما نريحه نرجع بنشاطنا تاني. ربنا يوفقك.